بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة من مواطن يعني زي المواطنين الكل اللي قاعدين نشاهدوا في كرة القدم ونشاهدوا في مقابلات فرقنا في البطولة التونسية ونشاهدوا في مقابلات المنتخب الوطني متاعنا. حبيت نوجه رسالة من مواطن عادي، ورسالة للمدرب الوطني فوزي البنزرتي. فوزي البنزرتي رياضيا مدرب كبير، حتى حد ما يشك فيه. الراجل ألقاب في الترجي، في الليتوال، ألقاب في أين محل وارتحل الراجل ديما بالألقاب. فينال مع الرجاء البيضاوي في كأس العالم للأندية، قاد منتخب ليبيا، قاد منتخب تونس عام 94 و2010 في أنغولا، قاد فرق وهز معهم ألقاب. هذا مما لا شك فيه. نحن معناها ما نجموش ننكر الشيء هذا، لكن خلينا نجمو نعطوها المعنى الصحيح متاعها اللي هي سقطة قبل أسبوع تقريبا، الأسبوع الماضي تقريبا. كي تسمع مدرب منتخب وطني معناها بك الوقار تسمع انه السبان ربي على الملأ هكاك، معناها على اللايف، قداش من عبد يتفرج، وقداش من أمة عربية تتفرج، وقداش من عيب. يعني الحقيقة عيب. هذا اللي شفته أنا حسب رأيي أنا مش أنا جاي باش ننظر ونقول فما عباد مش تقولي شكونك أنت مثلا يعني قدام فوزي البنزرتي. إذا شفنا العيب نعلقوا عليه، ما فيها بأس. هذا بالنسبة للي يعملوا فوزي البنزرتي. نتمنى أنه سي فوزي البنزرتي يوعى على نفسه نحي كوتي سبور ونحي كوتي معصية ربي. معناها تسب ربي راهو عيب كل سواء عمرك 15 75 60 70. كوا نسمع في الناس تقول له عيب راهو على عمرك. مش حكاية عمر، يعني مش حكاية إنسان عمره 90 راهو ما لازموش يسب ربي خاطره قرب من الموت، أو راهو سبان ربي يعني في كل المرحلة العمرية متاع الإنسان ما لازموش يسب ربي. عيب. كيفاش ربي معنا خلقك في أحسن صورة، أعطاك النعم ذيك الكل، تتنفس، تشرب، تاكل، تتحرك في الدنيا، عندك الحواس، تتمتع بالنعم ذيك الكل، تسب ربي. عيب. معناها عيب اللي صار، الحقيقة عيب. نتمنى انه سي فوزي البنزرتي يوعى على نفسه. مدرب كبير، لكن اللي بدر منه عيب كبير الحقيقة. معناها ما نجموش نتعدوا عليه هكاك. وبالنسبة للتعامل الإعلامي متاع برشا إذاعات، الحقيقة متاع ربي أنا نسمع كأيها مواطن، نسمع مثلا اسكندر، على ما أعتقد اسمه هكا اسكندر الحقيقة، أو خالد القربي يقول إنه هذاك هو فوز البنزرتي، شنجم تبدل فيه. عيب. يعني تعامل حتى التمييع القضية متاع سبان ربي وتاع سب الجلالة بالطريقة هذيك من إعلاميين وملاعبية معروفين. عيب. معناها حتى التعامل عيب. معناها يعني صعبت على بنادم إنه يقول راهو يا سي فوز البنزرتي راهو عيب عليك إنك تسب ربي على الملأ كيما كاكا، حتى تتيح قدر في الملاعبية. معناها تصور انت جوار مثلا اللي هو عيدوني بن رمضان بن وناس، اللي يكون يجي واحد معناها يسب عليه ربي، معناها عيب. معناها حتى قدر للاعبين. معناها فهمتني. نتمنى حتى الإعلام التونسي يوعى على نفسه زاده، لأنه راهو عيب واستبلاه رانا شعب مسلم، رانا شعب نحافظوا على صلواتنا، وإن شاء الله ربي يهدي الجميع. سبان ربي ما يتميعش بالطريقة هذيك. القضية ما تتعديش هكاك مرور الكرام. معناها ما فماش واحد فيكم رشيد على الأقل يتكلم هكا كلام في المستوى
عادي قال له والله هذاك هو يعني فوزي البنزرتي يقعد هكاكا، معناها لازم يقعد هكاكا، لازم معناها نبركوا له نقولوا له اقعد هكاكا سي فوزي ما تتغيرش، معناها لازمك بالكف وبالرب وبالكذا. عيب معناها، عيب، عيب معناها. يعني ولينا عايشين معناها الفساد، ولينا عادي جدا، حتى كي نشوفوه عادي جدا خلى يتعدى، معناها ما فما حتى مشكل. قضية سبان ربي ما لازمهاش تتعدى كاكا بالسهولة. عيب. والتصرف متاع بعض الإعلاميين عيب. نتمنى من سي فوزي البنزرتي انه يوعى على نفسه اولا، وان شاء الله ربي يبارك في عمره ويطول في عمره. ونتمنى من بعض الصحفيين والاعلاميين انهم زاده يعني يحترموا عقول البشر، يحترموا عقول المسلمين. وهذا هو، والسلام عليكم ورحمة الله.